تاني سلطه في سلطات رمضان تنفع للفطار والسحور. في اكل كتير بيتبقى من الفطار للسحور، علشان كده فكرت اعمل سلطه خفيفه مكوناتها هاديه ومش بتاخد وقت وبتريح المعده. جهزت المكونات عشان ما اخدش وقت كبير في السلطه، وحاولت بقدر الامكان احط مكونات قليله بس تكون لايقه على بعض. ودي اول مره اضيف قراصيه للسلطه، قلت اجرب اشوف طعمها عامل ازاي. اخترت الامريكان ميكس من السلطه عشان في حاجات كتير، خس وجزر وكرنب بنفسجي وفجل احمر، وكله مغسول ومتقطع وجاهز على الاكل على طول. كميه حلوه جدا ومناسبه جدا لسفره رمضان او العزومات. السلطه ما فيهاش ولا نقطه ميه، ودي حاجه حلوه قوي علشان الخضار ما يتبلش بسرعه. عملت جبنه قريش بالسماق وحبه البركه والزعتر والسمسم. قولوا لي لو عايزيني اقول لكم الوصفه على السحور، سهله جدا وممكن تجهزوا منها كميات. ضفت شويه عين جمل، ممكن تكرملوه مع عسل بيبقى طعمه حلو قوي. بس المره دي كنت عايزه اشوف طعم السكر اللي في القراصيه هيبان ولا لا. وبجد يا جماعه دي اول بس مش اخر مره هحط قراصيه في السلطه، لان طعمها تحفه وكمان كانت لايقه مع الدريسنج. فينيجرات التين وعين الجمل مع خل البلسمك. رجوا الازازه كويس وضيفوها في طبق على جنب علشان تضيفوه وقت التقديم على طول. وكده نكون عملنا طبق سلطه كبير ينفع للفطار او السحور، حلو قوي في رمضان. ما تنسوش تعملوا سلطات، وروني السلطات بتاعتكم، واحلى سلطه هيكسبوا 2 دريسنج من جرين هاوس. اعملوا لي منشن في ستوريز بتاعتكم. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا.